زي ما عندنا في الطب عامة ما يعرف باسم القاتل الصامت وهو مرض ضغط الدم، ففي طب النساء والتوليد ما يعرف باسم القاتل الصامت برضه ألا وهو سرطان عنق الرحم. أنا دكتور أحمد بدر الدين، أخصائي النساء والتوليد والحقن المجهري، وجاي النهاردة أكلمكم عن كل ما يخص سرطان عنق الرحم. للأسف سرطان عنق الرحم بيعتبر السبب الثاني للوفاة من السرطانات بين نساء العالم. معظم حالات سرطان عنق الرحم تقريبا بترجع للإصابة المزمنة بفيروس الورم الحليمي اللي بينتقل عن طريق الاتصال الجنسي أو اتصال غير مباشر بمكان الفيروس. في كمان عوامل تانية بتزيد من احتمالية الإصابة بسرطان عنق الرحم، زي ارتفاع هرمون الاستروجين، تناول دواء التاموكسفين، وجود إصابات سابقة أو تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان، الإصابة بعد الحالات الصحية زي السكر. في علامات وأعراض بتدل على الإصابة بسرطان عنق الرحم زي نزيف مهبلي غير معتاد خصوصا بعد الجماع أو بين فترات الدورة الشهرية أو بعد انقطاع الطمث، فرصات مهبلية مائية ودموية ممكن تكون كتيرة أو ليها ريحة، ألم في الحوض أو أثناء الجماع، فقدان الوزن غير المبرر، ألم في التبول، كتلة أو تورم في البطن أو بين عظام الورك. بنشخص سرطان عنق الرحم عن طريق الفحص ونعمل منظار مهبلي، وناخد مسحة من عنق الرحم، هناخد جزء من خلايا عنق الرحم ونفحصها تحت الميكروسكوب. في نوعين من أنواع سرطان عنق الرحم، سرطان حرشفة الخلايا. حرشفة الخلايا إيه الاسم ده يا دكتور؟ معلش اسمها بالعربي كده. النوع ده بيبدأ في الخلايا الرقيقة المسطحة المعروفة باسم الخلايا الحرشفية اللي بتبطن الجزء الخارجي من عنق الرحم. السرطان الغدي نوع تاني من السرطانات، والنوع ده بيبتدي من الخلايا الغدية عمودية الشكل بتبطن قناة عنق الرحم. الوقاية من سرطان عنق الرحم بيتم عن طريق الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن وجود الورم. أنصح كل أنثى أنها تعمل بمسحة عنق الرحم. اللقاحات والأمصال للحماية من سرطان عنق الرحم، واللقاحات دي ضد الفيروس الورم الحليمي. اللقاحات دي بتعمل وقاية من عدوى فيروس الورم الحليمي اللي هو ال HPV، وكمان بتحد من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم وأنواع السرطان الأخرى المرتبطة بالفيروس ده، وطبعا أخذ التدابير اللازمة للوقاية من أي عدوى محتمل إنها تنتقل أثناء العلاقة الجنسية. اهم حاجه ان احنا نحاول نكتشفه بدري، كل ما تم اكتشاف المرض بدري كل ما كان نسبه الشفاء منه بتزيد وفرص النجاه بتعلى جدا.